لوليتا 21 سنة سواقة أوبر، يقوم ويليام اللي عمره 83 سنة بإطلاق النار عليها وقتلها. شو اللي صار؟ لوليتا هاي كانت بالمكان الغلط بالوقت الغلط قدام ويليام اللي فكرها هي الشخص اللي مشارك علشان يأخذ 12,000 دولار منه. شو السلافة؟ ويليام هذا الختيار وصلته مكالمة من شخص مجهول بيقول له تودينا 12,000 دولار ولا بنخلص عليك. وقام ببعث سائقة أوبر ما عندها علم بالقضية نهائيا عشان تجيب باكج من عند ويليام. لما راحت عليه قام ويليام من الخوف طبعا بإطلاق النار عليها هون وقتلها. هون بعد التحقيق تبين انه هاي البنت ما إلها دخل وكانت تحاول تهرب والدافع تقول له انه انا ما إلي اي دخل، لكن انتهى الموضوع وماتت لانها كانت بالمكان الغلط والوقت الغلط بدون ما تدري. وهذا ببين لنا المشاكل واللي ممكن يتعرض إلها سواقين أوبر بشكل عام. دائما حياتهم معرضة للخطر من ناس اللي بيتعاملوا معهم، خاصة انه قضية حمل السلاح بأمريكا قضية اغلب الناس معاها سلاح. سبحان الله انتهت حياة انسانة بريئة وبأول حياتها يعني شيء ما إلها دخل فيه نهائيا. الحذر أكيد، خاصة سواقين أوبر والتطبيقات والأمور هاي كلياتها إشي مطلوب جدا جدا. شكرا لكم. رياض الوادي معكم من سان لويس ميزوري. بليز لايك شير كومنت وتسلموا لي.